السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم فيديو جديد مع احمد الشريف. حلقه النهارده بقى عن مطعم مفتوح في مصر من 2007 ولسه مقرر السنه دي بس يفتح في اسكندريه، وهو مطعم شاورما الريم. فتح في سموحه في شارع النقل والهندسه. وبصراحه بقى بدات اتفائل بالشارع ده بعد ايس فولكانو وبلاك بير. حسيت الدنيا هناك حلوه بقى، فطلبت من عندهم حاجات كتير مغطيه معظم المنيو بتاعهم. ويلا بينا بقى نشوف جبنا بقى ايه. 1 2 استنى 3 4 وحاجات كتير قوي جوه. 5 جايب بقى ايه برضو ايه شوك ومناديل. هنرتبهم بقى كده نفتحهم واحده واحده ونشوف فيهم ايه. هنبدا بالمقبلات. من اكتر الحاجات اللي لفت نظري عندهم في المقبلات بطاطس بالشيدر والشيتوس. نفتح كده ونشوفها متغلفه كده بقى، ومن جوه في ستريتش كمان. ريحه الشيتوس حلوه. هي بقى شكلها كده ايه بطاطس محمره عليها بقى ايه صوص الشيدر ده، وعليها ايه فرفيت بقى شيتوس كده من فوق. المهم ندوقها ونشوفها عامله ازاي. ناخد بقى كده ايه واحده فيها كل حاجه. شيتوس بالشيدر كله. بسم الله. بصراحه حلو قوي، بطاطس طعمها حلو قوي وجايه سخنه رغم ان هي جايه من دليفري يعني. رغم ان انا لما كلمت الكول سنتر بتاعهم قال لي ان المنطقه بتاعتي اللي انا فيها دي اوت اوف زون، رغم ان هي قريبه مش بعيده يعني. فبصراحه طلبت من ابلكيشن تاني بتاع مرسول. الحاجه جت بسرعه جدا وجايه حلوه جدا بصراحه. طعم ميكس جبنه الشيدر كده مع الشيتوس ده حلو قوي بصراحه. كبدايه كده كمقبلات حلو قوي. اتحمست قوي بقى اشوف بقيه الحاجات عامله ازاي. نروح بقى للي بعده ونشوف عامل ازاي. ممكن معلم كده على كل سندوتش ايه، بس هو بصراحه مش معلم يعني. فهنفتح بقى كده احنا ايه لو نصيبنا. هو ده اللي عايزه. ده سندوتش شاورما فراخ وسط يعني، حجمه متوسط، ما هوش كبير قوي ولا صغير قوي. العيش شكله متحمص حلو بصراحه. الريحه بتاعته مختلفه عن اي شاورما سوري شكلتها قبل كده. انا متعود على طول على كرم الشام، بيت الشامي، متعود على كذا محل يعني بجيب من عنده. لا بس الريحه دي ما شمتهاش مع عند حد فيهم قبل كده. طب سكينه نقسم يعني كحشو كده متوسط الى حد ما هوش قليل ولا هو كتير قوي. المهم ايه يفرق معانا ايه الطعم في الاخر. ندوق ونقول بسم الله. الشاورما طعمها حلو قوي، التتبيله تتبيله جميله، التوميه بتاعتها حلوه قوي، والخيار المخلل اللي جوه ده مديها طعم حلو قوي. بس عيب السندوتش ده الوحيد ان العيش طبقاته كتير، فبتخلي العضه بتاعتك وانت بتقطم كده شد معاك جامد. حلو لو انت عايز تشبع يعني حلو. وبرده هو تحس ان كميه العيش هي اكتر كبيره قوي في السندوتش، بس مش الاوفر قوي، مش اللي هي تضايقك قوي يعني، بس هي اكتر شويه من الحشو اللي جواه. بس على بعضيها كده لا هي حلوه بصراحه. وبالنسبه للسعر برده يعتبر حلو مش وحش. شوف بقى اللي بعده عامل ازاي. نخش على تاني واحد معانا وهو سندوتش شاورما لحمه. ريحتها حلوه قوي. نقسم كده ونشوفها. حاسس كمان ان الحشو هنا مليانه اكتر من الفراخ، او هنا كده الحشو شكلها اكتر، حاطط فيها شاورما لحمه وغالبا لفت وبقدونس بقى او خضره. ريحتها حلوه قوي بصراحه. المهم ندوق ونقول بسم الله. رغم ان انا ميال اكتر لشاورما الفراخ عن اللحمه، بس بصراحه اللحمه عجبتني اكتر. كميه الحشو فيها اكتر بكتير. انا حاسس ان هو ايه عمل الشاورما المصري في العيش السوري يعني. طبعا نكهه الشاورما المصري قوي، مش حاسسها شاورما لحمه سوري مصري اللي فيها البصل وفيها الطحينه والخضار والنكهات الحلوه المصريه بتاعتنا دي. فعجبتني بصراحه. انا اول مره اجرب الشاورما تقريبا المصريه دي في عيش سوري. ميكس حلو برده وجديد، عجبني برده، وسعره يعتبر حلو قوي مش وحش. لا اللحمه عجبتني اكتر من الفراخ. نروح بقى اللي بعده ونشوف عامل ازاي. سندوتش فراخ كايزر. شوف بقى كده عامل ازاي. شكله مخفوس قوي. ايه ده شكله متهان جامد ده، معرفش من عندهم ولا من الديفري. وشكلها كده يبقى دي فراخ مصري مش فراخ سوري يعني. ايه تلاقي بقى شكل التحبيشه كده بتاعت المصري مش السوري. المهم ندوق ونقول بسم الله. بصوا هي طعمها مش وحش، بس التتبيله فيها مش قويه يعني. التتبيله هنا فيها ضعيفه قوي. وبالنسبه للعيش لا العيش حلو، هو شكله مش عاطفي بس بصراحه طعمه حلو يعني. هو فريش، ومن كتر ما هو فريش فدخل في بعضه، او عشان حاجات كانت عليه ولا حاجه. هو بس تتبيله الفراخ هي اللي مش جايه معايا يعني، مش احسن حاجه ومش قويه بصراحه يعني. تحس ان انت محتار هي فراخ ولا لحمه من كتر ما هي التتبيله بتاعتها مش احسن حاجه قوي. والسندوتش يعني خفيف يعني، ما تحسوش ان هو ايه يشبعك بسهوله يعني. محتاج عشان تشبع محتاج 3 4 من ده يعني. ما اقدرش اقول ان هو وحش قوي ولا بس مش احسن حاجه يعني. ممكن تلاقي احسن من كده يعني. الفراخ السوري الاولانيه كانت عجباني اكتر بصراحه من ده يعني. شغال، وبالنسبه لسعره برده يعتبر مش وحش يعني، في المتوسط. نروح بقى نشوف بقى اللحمه الكايزر عامله ازاي. شوف بقى ايه سندوتش برده اللحمه. شكله برده ايه مخفوس زي نفس الخسفه كده اللي كانت قبل كده يعني. لا مش قوي، مش مخفوس قوي زيه يعني. كميه الحشو هنا الى حد ما مش كتيره قوي. التتبيله هنا شكلها مختلفه برده عن اللي كان في السندوتش الصاج التاني. ندوق كده نقول بسم الله. بصوا هنا طعم التتبيله بصراحه اقوى بكتير من الفراخ اللي كانت قبليه. طعم تتبيله اللحمه هنا حلوه وواضحه وجميله قوي، ولا ومصريه يعني. هنا بقى تحس ان هو كده ده المصري بتاعنا اللي احنا عارفينه. حلو برده وعجبنا قوي. بس انا التتبيله اللي عجبتني اكتر بصراحه اللي كانت في السندوتش الاولاني العيش الصاج. بصراحه الاثنين عجبوني قوي، الاثنين حلوين، بس التاني كان مخدوم اكتر من ده شويه، وده طبعا بسبب فرق السعر يعني. بس بصراحه كسندوتشات انا كده اللحمه عجبتني اكتر من الفراخ عنده في الاثنين. نخش بقى بعده. ده سندوتش كفته. انا كنت المفروض طالبه في عيش صاج عادي زي ما كان موجود عنده في المنيو، بس اتفاجئت ان هو جالي في عيش كايزر. فهنفتح برده ونشوف يعني. هو جاي في نسيت ان هو كايزر، فخلاص احنا دفعنا ثمن ان هو كايزر يعني شكله حلو مليان شويه لحد ما. كان اقل واحد فيهم الفراخ بصراحه يعني. هو سندوتش كده فيه طحينه وخضار وصباع كفته كده كبير مقسوم على 2. ريحه البصل كده كانها فيها تتبيله كده يعني. ما اعرفش هتعجبني ولا لا، بس البصل شكله متبل كده بخل وبتاع. المهم ندوق ونشوف عامل ازاي. بسم الله.
حلو قوي بصراحه. ده من السندوتشات الوحيده اللي متضايق قوي اللي ما اكلتهاش وانا في المطعم، ان الكفته باين ان طعمها حلو ومتبله حلو وطعم الشوي فيها باين حلو، بس بردت شويه عقبال ما بدانا ناكل وكده. والطحينه بصراحه طعمها تحفه مع الخضار والبتاع ده. يعني اكتر حاجه مش عجباني فيه قوي البصل ده، انا مش جاي معايا مع الكفته، بس حلوه برده مش وحشه، جميل جدا برده، وبالنسبه لسعره حلو قوي ويعتبر برده مليان. والعيش حلو بصراحه في الثلاثه الكايزر اللي جم، لا العيش بتاعهم جميل قوي بصراحه. نروح بقى اللي بعده ونشوف ايه هو. نخش بقى على بعده، ده سندوتش صدوق بالموتزاريلا. طبعا هو الكايزر ما عندوش فيه احجام، هو حجم ثابت. العيش الصاج الاولاني كان عنده حجم وسط وحجم كبير، انا جبت الوسط يعني قلت اشوفه عامل ازاي. ده بقى ما عندوش فيه احجام، ده كبير، ده الحجم الكبير بتاعه كده، شكله فعلا اكبر من التاني وتقيل، سندوتش تقيل محمل. ريحه العيش هي اللي طاغيه قوي. ده شكله من جوه كده صراحه برده في نفس العيب اللي قلت عليه في الفراخ، ان العيش شكله اكتر بكتير من الحشو. طبقات العيش هنا كتيره قوي. المهم ندوق كده ونقول بسم الله. بص هو الساندوتش فيه حاجات حلوه وفيه حاجات وحشه، بس عيوبه اكتر بصراحه. مميزاته الخضار مع الجبنه الموتزاريلا اللي فيه، وفي صوص كده حاطه مايونيز خلي طعمه حلو قوي، وده اللي محلي الساندوتش ده شويه ومخليه ممكن يتاكل. انما الصدق بصراحه لا، تتبيلته مش احسن حاجه، تحسه الصدق كده يعني معمول من خامات مش احلى حاجه بصراحه. والعيش كتير قوي، يعني كميه العيش في الساندوتش بصراحه في القطمه لا كتيره قوي، يعني اكتر من اللي كانت موجوده حتى في الفراخ اللي قلت عليها اول مره، فلا ده ما جاش معايا قوي. كده احنا خلصنا السندوتشات، نخش بقى على حاجه ثانيه ايه مختلفه شويه. نخش بقى على فتة الفراخ. كنت عايز اجيبها ميكس بصراحه، لحمه وفراخ، بس ما لقيتش عندهم في المنيو ميكس، فقلت بصراحه اجيبها فراخ لان انا بحبها اكتر في الفراخ يعني، واكيد اللحمه هتبقى زي اللي قلنا في السندوتشات قبل كده. افتحها كده ونشوفها. بيجي معاها كده ايه توميه ومخلل، طبق فته كبير بصراحه، رز كده وشكله تحتيه توميه، مش شايف عيش بصراحه، والفراخ كده ايه مرصوصه رصه حلوه قوي. المهم ايه ندوق ونقول بسم الله. هي ايه، هو طبق عباره عن رز بسمتي وعليه الشاورما بس، ولا في عيش ولا في توميه ولا في اي حاجه. ناخد ايه حته رز لوحديها كده، يعني الرز متوسط، ما نقدرش نقول عليه ان هو وحش ولا حاجه، ولا هو حلو قوي، تتبيلته عاديه خالص متوسطه جدا، ما فيهاش اي افتكاسات يعني. نجرب كده طب مع التوميه، ان هي بصراحه طعمها فقير قوي من غير توميه. لا طبعا طبعا بالتوميه يختلف 180 درجه، لا بالتوميه احسن طبعا بكتير. انا بالنسبه لي الطبق ده كده يعتبر متوسط، يعني هوش جامد احلى حاجه ولا هو وحش وسيء ما يتاكلش يعني، لازم تحط له توميه. وبالنسبه لحجم طبق زي ده محتاج علبه توميه اكبر من دي طبعا بكتير عشان تكفيك وانت بتاكل طبق بالحجم ده، ان هو فقير زي ما قلت ومش حاطط فيه توميه ولا اي حاجه. الشاورما اللي فيه لا يعني ناشفه شويه، محتاجه تبقى مليانه عن كده، وده ممكن يكون بسبب ان هو مقطعها رفيع خالص بصراحه، الرفع بتاعها ده مخليها ناشفه قوي، فمش مديك تجربه حلوه بصراحه. ده ان هو وحش يعني، الطعم في المتوسط بس ما كيفنيش قوي بصراحه. نروح بقى اللي بعده ونشوف عامل ازاي. خش بقى ايه على اللي بعده، وده اسمه بوكس الهاتريك، وده بيجي معاه برده ايه مخلل وتوميه. صراحه الباكج بتاعهم حلو قوي، كل حاجه متقفله كده وتضمن يعني اهي محدش فتحها. ده بقى يا سيدي عباره عن ايه 3 حواوشي بايتس، حاجه صغنونه كده ما شاء الله ميني، عامله زي ما يكون قطايف كبيره، وستريبس المفروض ان هم 3 قطع، بس 3 قطع يعني حجمهم يعني 3 قطع متوسطين، وبيجي معاه بطاطس وعيش. بيجي معاه بقى كده عيش ايه محمص بقى او مقلي، غالبا مسمينه بهاريز الريم. ندوقه كده لوحده عامل ازاي، محمص عليه تتبيله حلوه، توميه حلوه قوي. البطاطس الكرينكل انا بحبها قوي، حلوه برضه، بس لو اتاكلت سخنه تبقى احلى من كده، وعليها بهارات جميله قوي برضه بصراحه. طبعا انا كنت اتمنى وجبه زي دي يجي معاها عيش عشان تاكل بيه الستريبس، فهي ما بيجيش معاها عيش طبعا، بس احنا نتعامل يعني، انا كده كده ما باكلش عيش قوي هنقضيها. شوف بقى الحواوشي البايتس ده، دي حاجه منمنمه كده خالص، جواه كده ايه حته لحمه صغيره، حواوشي بقى رده كده الكهراوي ده، يعني ريحه التتبيله فيه مش وحشه حلوه. المهم ندوق ونشوف عامل ازاي بسم الله. يعني هو بالنسبه للحجم الصغير ده فكميه اللحمه اللي جواه مناسبه، بس التتبيله بتاعتها البصل بتاعها قوي قوي يعني، طعم البصل فيها طاغي جدا بصراحه. بس كلحمه لا جودتها هنا حلوه مش وحشه يعني، كجوده لحمه او كخامه لحمه حلوه مش وحشه، ما بتعضش معاك. العيش بس تيري شويه منهم ممكن من التوصيل او حاجه، مش مقرمش معاك الا الاطراف يعني عشان فاضيه، يعني على بعضيها كده تجربه بالمتوسط يعني، كنهنقه كده او كبوكس كده شير مع اصحابك هيبقى حلو مش وحش، بس ما يعتمدش عليه ان هو وجبه اساسيه يعني. شوف كده الاستريبس اهي ريحتها عاديه يعني، ما فيهاش ريحه مميزه. التتبيله واصله لحد جوه خالص كده، التتبيله ايه جوه شكلها ايه، شكلها سبايسي كده، مع ان هو مش محدد وانت بتطلب هو فيه سبايسي ولا عادي، هو البوكس بيجي كده على بعضه. ماليش في السبايسي قوي بس هدوق ربنا يستر بسم الله. سبايسي جامد حلو، الاستريبس تحفه بصراحه. بيبسي بيبسي. انا بصراحه رغم ان انا مش في السبايس قوي بس عجبتني يعني، انا بتقرمش حلو، التتبيله واصله لحد جوه قوي زي ما انتم شايفين كده، قطع شكلها حلوه مليانه يعني، مع التوميه اعتقد هتبرد النار شويه اللي فيها، حلو قوي. احلى حاجه عجبتني في البوكس ده طبعا الاستريبس بصراحه، 3 قطع استريبس بالحجم ده ومع الحواوشي مع البطاطس والحاجات دي والتوميه وبتاع، يعني كسعر كده في البوكس ده متوسط يعني، مش عالي قوي ولا هو رخيص، بس كده. طبعا كنا طالبين حلو مع الحاجه، بس بصراحه ما جاتش مع الدليفري، وكلمته قال لي انت محاسب عليها بس ما جاتش مش عارف ايه، هنكلمك تاني وما حدش اتكلم. كنت طالب بالتشيز كيك شوكولاته، قلت برضه اجرب الحلو عندهم بس ما جاتش، ما فيش نصيب بقى نجربها معاكم النهارده. نلخص بقى النهارده كده نقول الدنيا فيها ايه. اكتر حاجه عجبتني قوي بصراحه الشاورما اللحمه اللي عنده، اللي سواء كانت في
الكايزر او في العيش الصاج، كان طعمها حلو قوي، التتبيله بتاعتها كانت جميله جدا وعجباني. كفته برده عنده كانت حلوه قوي، هو في اللحمه مميز بصراحه قوي. والستريبس اللي هنا دي كانت طعمها جميل جدا، والسبايسي بتاعها حلو قوي، بس هو كان لازم يحدد لي يعني انا واحد ماليش في السبايسي ماشي، تقبلتها وهاكلها عادي مفيش اي مشكله مع التوميه وبتاع، بس لازم يكون محدد لك الاوبشن، هتطلب سبايسي ولا عادي. تعديل بس يا جماعه، دي كده الفراخ اللي انا الستريبس اللي انا اكلتها في الفيديو وقلت عليها سبايسي وزي ما انتم شفتوها. انا بقى اخر اليوم بقى مع العيله وكده كنا قاعدين بنكمل اكل بقى ناكل مع بعضينا، فاكتشفت ان هو القطعتين التانيين لا فراخ عاديه يعني ما هياش سبايسي ولا عادي. فبصراحه ما دقتهاش، قلت هطلع اصور كده قعدت تعديل وادوق معاكم واشوف عامله ازاي. لا حلوه بصراحه برده، وفيها تتبيله واصله برده لحد جوه وكل حاجه، طعم التتبيله بتاعتها حلوه، واللي طبقه البريدنج اللي عليها برده دي مميزه مش وحشه، فلا هي برده عجبتني زي السبايسي، بس هو كان المفروض يوضح او يفهمني مثلا ايه اللي بيجي ازاي، فهو واضح ان هو بيحط 3 قطع ميكس يعني، واحده سبايسي وواحده عادي، ما اعرفش بقى هل ده عادي عنده ولا ده النهارده متلخبط مش عارف، بس بصراحه الاثنين عجبوني والاثنين مميزين. انا بحب ايه اكتر؟ بحب العادي طبعا، ما بحبش السبايسي قوي، بس تتبيله السبايسي برده كانت حلوه ما ضايقتنيش، والعادي تتبيلتها حلوه جدا برده بصراحه. كملوا الفيديو بقى. بس هي كفراخ كانت طعمها حلو قوي والكواليتي بتاعتها حلوه والتتبيله واصله لحد جوه زي ما شفتوا كده. اللي ما عجبنيش قوي كان الصدق بصراحه، ما كانش احسن حاجه بسبب جوده الصدق نفسه. والشاورما فراخ الكايزر كده ما تعرفش هي فراخ معموله بتتبيله الشاورما اللحمه، فتبقى انت بتاكلها كده حاسس ان في ميكس غريب في بقك مش مفهوم قوي، زي الصدق كده برده الميكس الغريب اللي كانوا عاملينه. الحواوشي بصراحه في المتوسط، ما تقدرش تقول يعني ان هو اعلى حاجه ولا اقل حاجه، وكذلك الفتة يعني حاجه في المتوسط، فاللي هو تبقى مقبوله بالنسبه لك، ما هياش حلوه قوي زي اللي قلته ولا هي وحشه خالص زي اللي قلته برده. وبس كده، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، ما تنسوش بقى اللايك والشير والفولو، واشوفكم بخير. سلام.